السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، اخباركم عاملين ايه؟ من كل فيديو بتوحشوني. النهارده هنعمل عيش شامي كده. بسم الله ما شاء الله. احنا عملناه اكتر من طريقة على القناة يا حبيب قلبي. عملناه بحبة البركة مرة، عملناه بطرق كتير. هو العيش شامي عيش شامي بس يعني الطريقة مختلفة شوية. عملناه بمية وعجناه باللبن. والنهارده بقى لو عندكم لبن رايب اوعوا ترموه. هنستخدمه في ايه بقى؟ هنحطه على العيش الشامي، هيخليه طعم وجميل جدا. بسم الله ما شاء الله. انا كنت يعني مزنوقه في شويه عيش، مفيش عيش اصلا فقلت بقى لا مفيش حيله بقى ولا في كسل. ربنا يكفينا شر الكسل، اللهم اكفينا شر العجز والكسل، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، رحت جايه ايه، عندي كيلو دقيق، رحت جايه عاملاه بقى. وقلت ايه، صلوا على النبي كده واذكروا الله الاول. رحت جايه جايبه كده زي ما شفتوا كده ونخلته في بدايه الفيديو كده يا حبايبي. ادعوا لاخواننا في فلسطين وغزه بالنصر، وادعوا لابويا بالرحمه ولامواتنا بالرحمه والمغفره، وادعوا لمرضانا بالشفاء، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. هنا انا جبت الدقيق نخلته. وما تنسوش بردك اعملوا اشتراك بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم حبيب قلبي كل متابعيني. اشيل بقى بعد ما نخلت الدقيق، اشيل شويه صغيره في المنخل كده عشان الحبه دول هنفرد بيهم العجينه. لازم نشيل شويه من الكيلو بتاع، يعني نص كوبايه، كوبايه الا ربع، حبه كده يعني، عشان ما نيجي نقطع العجينه نفردها وبنحط عليها دقيق عشان ما تلزقش وكده. تمام. معانا هنا كيس خميره وحوالي اكتر من نص كوبايه ميه دافيه، وحطينا عليها الكيس الخميره ميه دافيه فتره كده يا حبايبي. لو انتوا في صيف مش لازم تفطروها، كده كده بتنزل من حنفيه دافيه. ولو في الشتاء بتدفوها. تمام. انا دفيتها لسه، الجو يعني مش حر، يعني الجو حلو، مش جو لطيف، مش حر يعني ولا حاجه. الله يا كريم يا رب. بصوا بقى كده يا حبايبي، قلبت الخميره في معلقه سكر في شويه دقيق صغيرين. تمام. حوالي معلقه دقيق ومعلقه وكيس الخميره كله، الكيلو الدقيق ومعلقه سكر ومعلقه دقيق. كده احنا بنختبر الخميره، بنشوفها شغاله ولا لا. عشان حصل مني موقف قبل كده، عملت الخميره على طول بوظت مني الدقيق والعجينه والحاجه ما بقتش حلوه. فلازم اي حاجه في المعجنات تيجي يكون بيخشها الخميره وانتوا بتعجنوها بالخميره، لازم نختبر الخميره بشويه ميه دافيه نشوفها شغاله ولا لا. على اساسه هنشتغل. وبعد كده هنقلب يا حبيب قلبي. حطينا معلقه ملح على الدقيق، قلبناه معلقه صغيره ملح. وهنضيف الخميره بقى كده بعد ما اختبرناها وخمرت معانا، هنحطها على الدقيق وهنقلب. يعني بالظبط احنا خدنا حوالي كوبايتين كبار من المواد السائلة. مية في الخميرة، قولي كوباية الا يعني اكتر من نص بشوية، نص كوباية يعني تلات ارباع الكوباية. تلات ارباع كوباية. حطينا حوالي كوباية وربع من اللبن الرايب. ما انا بقول لكم ما ترموش اللبن الرايب، لو اي لبن مقطع معاكم هنعمل منه حاجة حلوة، هنعمل منه العيش، هندخله في الكيكة. بصوا اي حاجة ما ترموهاش يا حبايبي عشان ما نشيلش ذنبها، حرام. اي حاجة تكون صالحة للاكل حرام ان هي تترمي. فاحنا بنستغل الحاجة ديت. كان كيلو لبن بحاله رايب، تمام، مقطع. فانا بقى استخدمته، بس مش خدته بدرجة حرارة التلاجة، كنت شايلاه في التلاجة. سيبته شوية بره، حطيته على اهدى نار في العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز. يا دوبك فتر كده، شفت دمعة العين؟ عشان مش هينفع يتحط ساقع مع الخميرة، هيبطل مفعول الخميرة. عايزين الخميرة تبقى المية دافية واللبن دافي. تمام. تكون معانا بقى ايه العجينة اللي انتوا شايفينها في الفيديو، العسل دي. بس عجينة ما هي جامدة قوي ولا طرية قوي، معقولة. هنغطيها بكيسة ونحط عليها غطا حلة ونسيبها تختمر شوية. بمعنى تختمر. وبعد كده هنقطعها وهنسيبها تختمر تاني. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هي كده اختمرت معايا. كل مرحلة تمشي بيها يطلع العيش معاكي يفتح كده الرغيف ويبقى زي الفل. يعني دلوقتي هي اختمرت وهي عجينة بعد ما عجناها. وبعد كده قطعناها وسبناها تختمر. هنحط شوية دقيق كده على الفلانشة عشان ما تلزقش. وبعد ما قطعناها سبناها تختمر. وبعد ما فردناها سبناها تختمر تاني
كل مرحلة بتمشي بيها صح يطلع العيش معانا يطلع منفوخ كده، الرغيف يتنفخ في قلب الصينية واحنا بنسويه ويبقى حلو، ما يبقاش ناقص خمر. لو هو ناقص خمر عمره ما الرغيف ما يتنفخ في قلب الصينية، يعني يطلع لفوق كده، يرتفع، من المعنى الأصح يرتفع. تمام. فكل خطوة احنا بنخطيها بتبقى صح، بتمشي معانا الحاجة صح وتبقى زي الفل. هنا بقى انا قطعت العجينة، يعني عملنا الكيلو الدقيق 23 قطعة، بس الرغيف كبير. تمام. انا عاملة رغيف كبير، الكيلو الدقيق عملنا 23 قطعة من الخبز، من رغيفة العيش 23 رغيف. تمام. بغطيه بقى هنا بأكياس، النقطة دي حلوة قوي ان انتوا تغطوه عشان العجينة ما تجربش، او بالمعنى الأصح بالبلدي ما تنشفش. تمام. وهنيجي هناخد واحدة واحدة كده ونفردها بعد ما يختمر. هنا بعد ما اختمر يا حبيبي هنسيبه يختمر تاني، هنقطع بقى هنفرد العجينة والعيش. صلوا على النبي كده واذكروا الله، الصلاة على الحبيب مسك وطيب، حبايبي واخواتي في الله. قولوا لي بتتابعوني بقى من انهي بلد، اكتبوا لي في الكومنتات يا حبيبي، بحبكم وتكتبوا لي في الكومنتات كده وتشجعونا نستمر في نشر الفيديوهات. بصوا بقى كده، انا هنا حطيت شعر دقيق صغيره بايديا وفردت العيش الشامي العسل ده. لو انتوا مزنوقين في عيش ومش عندكم عيش، هتعملوا الرغيفين دول كده تخبزوهم زي الفل وعلى سطح النار، لا فرن ولا اي حاجه. تمام. وان شاء الله قريب كده باذن الله هدخل لكم فيه دقيق ذره عشان يبقى صحي اكتر، لان العيش الشامي صراحه ربنا هو مش صحي. تمام. يعني يخشوا رده، يعني يخشوا شويه دقيق من الذره، دقيق الذره يعني انتوا عارفين فوائد الدقيق الذره. تمام. فوائد الدقيق الذره جميله لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. وهنفرد كده العجينه سمكها يعني ما يكونش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، تكون مظبوطه كده زي ما هوريها لكم في الفيديو اهي. بصوا بصوا كده اهي، ما شاء الله. وهنفض من الدقيق كده ونحط كل صينيه فيها شعر الدقيق عشان ما تلزقش في الصينيه، وهنسيبه يختمر. تمام. بعد هنا ما اختمر معانا صينيه تيفال، ماشي، او صينيه ألمونيوم، بس المهم ان هي تسخن على النار، وممكن تدهنوها بفرشه كده دهنه زيت بسيطه لو هي ألمونيوم. تمام. انا عندي الصينيه ما بتلزقش، اللي هي التيفال ديت ولا ما بتلزقش معايا. بصوا الرغيف اتفق معايا ازاي، بصوا بقلبه كل شويه ثواني واقلب، ثواني واقلب، حبه على الناحيه ده وحبه على الناحيه ده، واقلب لحد ايه، ثواني بس. بصوا الرغيف عمل ازاي معايا، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الصينيه تسخن، واهم حاجه خمر العجينه تخمر معانا، يطلع الرغيف كده زي العسل. لو وصلتوا لحد هنا كده صلوا على النبي واذكروا الله، زي العسل كده، بسم الله ما شاء الله. افتح لكم الرغيف دلوقتي تشوفوه. بصوا، اللهم صل على حبيب النبي محمد اهو. بصوا يعني الرغيف مفتوح كده ويخش للسندوتشات بقى، بص، وعسل عسل. اللهم صل على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نضغط من جنب كده عشان يتنفخ من بقى الجنب التاني. بصوا ما يكون قايم يقوم يطلع لفوق كده، دوسوا في الجنب يطلع معانا كده العيش. بصوا الله اكبر، زي العسل وطري وجميل وينفع سندوتشات واي حاجه، انتوا فطار عشاء اي حاجه معانا زي الفل شغال، ما بيقولش لا. بعد كده ما خلصنا الكميه، بصوا العيش بسم الله ما شاء الله، الله اكبر زي العسل.